طالب ازهري مولانا بركتنا وشيخنا الكبير، اخبارك؟ الحمد لله، مطحون من جميع الاتجاهات. بس ايه الكتب دي كلها؟ دي يا دوب مادتين من ال 21 ماده اللي عندنا، حاجه بسيطه يعني ما تشغليش بالك، ايزي. قول لنا بقى ايه هي معاناتك كطالب ازهري؟ بعاني من كل حاجه، من المواد الكتيره ولا المناهج الكبيره ولا الامتحانات الطويله. ايه بقى اللي بيضايقك من المجتمع كطالب ازهري؟ الناس مفكره اننا ائمه البلد، كل شويه ازيك يا عم الشيخ، ادعي لنا يا مولانا، يا عم انا عايز اللي يدعي لي. هل ليك مشاكل مع حد كطالب ازهري؟ طبعا مفيش غيره، طالب ثانوي عام ابو 5 مواد المدلع اللي بيقول علينا ان ازهر امتحاناته سهله ايه يا عم؟ كتاب النحو بتاعنا قد الست 7 مواد اللي عندكم مرتين 3. ايه هي امنيه حياتك كطالب ازهري؟ ان الناس تهتم بينا واننا نلقى التقدير من المجتمع بعد المجهود الجبار اللي بنبذله، لكن الاهتمام كله رايح للمدلعين بتوع ثانوي عام اللي بيعيطوا ويصيحوا من المادتين 3 اللي عندهم. تعالوا يا بتوع ثانوي عام جربوا ادرسوا النحو والبلاغه مكاننا وهتشوفوا المعاناه الصح. وفي نهايه البودكاست ده تحب تقول ايه للمجتمع؟ الطالب الازهري هو كائن نصف حي شبه ميت، مطحون دراسيا، مخنوق يوميا، مقهور منهجيا، مصدوم عاطفيا، محروم ترفيهيا. فارحمونا، خلي ربنا يكرمنا بحاجه حلوه.